المواطن المصري الشريف بالإدلاء على أي تغيرات على المناطق التي يقع فيها أي شيء يعتبر تديله أي علامات إن في وجود بعض الأشخاص الإرهابيين أو غيره، يتصلوا على وجه السرعة بالداخلية أو في تليفونات وأرقام موجودة للتعاون في مثل هذا. وأيضا كنا يمكن خلال الفترة الماضية بعض المواطنين أدلوا بعض المعلومات ساعدت كثيرا في ضبط من هؤلاء. أنا مش حابة أطول عليكي، لكن هذا يعني التعديات على الشرطة من الحين لآخر أكيد لها يعني أثر سلبي لدينا. شكرا اللواء أشرف أمين الخبير الأمني، شكرا جزيلا على وجودك معنا. إذا مصادر حكومية تتحدث عن أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يتابع مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الحادث وتفاصيل ما حدث في كمين البدرشين الأمني الذي تعرض لهجوم إرهابي صباح اليوم، ومحاولات الآن لمعرفة المزيد من المعلومات فور ورود أي تفاصيل جديدة ستكون معنا على الهواء مباشرة، ومستجدات الموقف بالكامل. وأيضا هناك إدانات الآن بشأن كمين أبو صير في البدرشين، ومنذ قليل ورد إلينا إدانة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية للعملية الإرهابية الخسيسة التي قام بها متطرفون استهدفوا كمين أبو صير بالبدرشين، مما أسفر عن استشهاد 5 من أفراد الشرطة. أكد مفتي الجمهورية أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى بكل جهدها لإثبات وجودها بعد الضربات الأمنية الناجحة على معاقلها من قبل قوات الجيش والشرطة في مختلف أرجاء البلاد، مما جعلهم في حالة من التخبط حتى يثبتوا لأتباعهم أنهم ما زالوا موجودين، ولكنهم إلى زوال إن شاء الله. وأضاف المفتي أيضا في البيان الذي صدر عنه أن المصريين جميعا ماضون قدما دون تواني في طريق محاربة التطرف والإرهاب، وتوجه بخالص